يقول السائل: هنالك من يرى تسجيل المحاضرات الدينية لبعض المشايخ على أشرطة الفيديو ظنا منه أن لها تأثيرا أكبر وآكد من التسجيل العادي، فهل يلحق هذا بالتصوير المحرم أم له حكم خاص به؟ أعيد علي السؤال. يرى بعض الناس تسجيل المحاضرات الدينية لبعض المشايخ على أشرطة الفيديو ظنا منه أن لها تأثيرا أكبر وآكد من التسجيل العادي، فهل يلحق هذا بالتصوير المحرم أم له حكم آخر؟ ليس له حكم آخر، وإنما يلحق بالمحرم. نعم. لأن التصوير لا يجوز إلا في حدود الضرورة أو الحاجة الملحة. وأن أظهر أنا على شاشة التلفزيون ليقول الناس الألباني تحدث وتكلم، هذا في الحقيقة كما قلنا في بعض المجالس قريبا، وهو الحديث أنه بحسب المرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع. فهذا الذي يظهر في التلفزيون هو كما قلت أيضا في مناسبات كثيرة، كما قال عليه السلام: مثل العالم الذي لا يعمل بعلمه كمثل السراج يحرق نفسه ويضيء غيره. ما رأي فضيلتكم في التصوير الفوتوغرافي أو بالفيديو إذا كان للتوثيق فإنه يطلب من إذا كان للتوثيق فإنه يطلب من قبل إدارة التعليم أو من قبل وزارة المعارف، أفدنا مأجورا. أقول للأخ السائل أحبه الله الذي أحبنا فيه. بالنسبة للتصوير الوثائقي لا أرى فيه بأسا، سواء كان في الفيديو أو في الكاميرا، لأن هذا حاجة. والتصوير بالفيديو ليس تصويرا في الواقع، لأن الشريط اللي عليه الصور لا تتبين فيه الصور إطلاقا، إنما هي نبرات معينة إذا مرت على الآلة المعروفة ظهرت الصورة. وأما التصوير الفوتوغرافي الفوري الذي ليس بالتحمير ولا تعديل فهذا في الحقيقة ليس بتصوير. واضح؟ ليش ليس بتصوير؟ لأن هذا الذي سلط الكاميرا على ما أمامها لم يصنع أي شيء، غاية ما هنالك حرك الزر لأجل تشتغل، لكن هل خطط الوجه؟ الجواب لا. العين لا، ما عمل أي شيء، صورة من خلق الله عز وجل قابلها بهذه الآلة فصورتها. الآن لو كتبت أنا بيدي كتابا ثم أدخلته على التصوير وخرج، هل يقال إن هذا الكتاب كتاب مصور ولا كتابي أنا؟ أجب الرجل ولا ما فهم السؤال؟ أنا كتبت كتابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم صورت بآلة التصوير خرجت الصورة، هل تكون هذه الحروف التي أمامي هل تكون من كتابة المصور ولا من كتابتي أنا؟ من كتابتي أنا. هذا نفس الشيء. ولذلك نجد أن الكاميرا يمكن أن يصور بها الإنسان الأعمى، يوجهها إلى الجهة التي يريد أن يصورها ويصور وهو أعمى ما يدري ولا خطط ولا زي شيء. لكن يبقى لماذا صورها؟ هل هو لقصد محرم فهي حرام، أو لقصد مباح فهي مباحة، أو لأمر يحتاجه فهي مباحة أيضا. نعم.